السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة حلوى الشعرية من الحلويات الشرقية البسيطة جدا واللي طعمها حلو وبتتعمل بمنتهى السهولة ومش بتاخد وقت خالص. وشايفين بقى الشعرية عاملة ازاي؟ مش معجنة خالص، بالعكس، وطعمها حلو جدا وابسط مكونات. اظن دي بقى موجودة في اي بيت. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا محتاجة بقى انا كده طاسة على النار يكون فيها زيت سخن، وهنزل بالكمية الشعرية بتاعتي اللي انا عاوزة احمرها. هحمر شعرية عادي كأنها بعمل رز بشعرية، مش مشكلة خالص. بس انا محتاجة ان اللون يكون موحد، تاخد لون كده ذهبي محمر، ويكون لونها موحد على قد ما اقدر عشان شكلها النهائي يكون لطيف. بعد بقى ما اخدت اللون اللي انا عاوزاه، على جنب كده انا دوبت سكر بمية ومعلقة عسل نحل. السكر كمية بترجع لك، يعني على حسب الرغبة. انا مش بكتر سكر قوي، فحطيت معلقة من العسل الابيض وحطيت فانيليا، قلبتهم مع بعض كويس، ونزلت بقى بالمية دي على الشعرية وقلبتها بقى في بعضها كده. شايفين وهي بتغلي؟ هتغلي بقى كده وتتشرب. هوطي النار عليها، ههدي عليها النار وهغطيها واسيبها بقى تتشرب كده مع بعضها. شايفين بقى بعد ما اتشربت المية كلها شكلها عامل ازاي؟ ومفرفرة ومش معجنة خالص، ولونها حلو جدا، واخدة لون جميل، وطعمها بقى في منتهى الجمال. وحلويات سهلة وسريعة كده لو محتاجين حاجة حلوة وما عندناش حاجة. في منتهى السهولة، شوية شعرية ومية بسكر كده عملت حلويات. لو عجبتكم الوصفة متنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوا كل جديد من أكلة ماما. سلام.